تعالوا بينا ندعي للراجل اللي اخترع التكييف. تعالوا اقول لكم مين اللي اخترع التكييف. ويلس كارير اتولد في نيويورك في أواخر القرن ال19، وعلى قد ما كان طفل ذكي جدا حاجة غريبة إن أهم درس اتعلمه في حياته كان وهو صغير. لما كان في المدرسة كان عنده مشكلة في فهم الكسور، فمامته جابت له تفاحة وقطعتها بالسكينة قدامه، وبقت تجمع وتفرق أجزاء التفاحة، وده عشان توصل له الفكرة. فهو اتعلم من مامته ساعتها قيمة حل المشاكل بأسلوب مبتكر. انا عايزاك تمسحهم بس، انت من امبارح وانت على لحم بطن. كبر كارير ودرس الهندسة وتخرج واشتغل، وبعد تخرجه بكام سنة جات له فكرة ازاي ممكن يتحكم في الحرارة والرطوبة بتاعت الهواء، ودي تقريبا الفكرة اللي اتعمل بيها التكييف. الله عليك عبقري. الله. بدأ يركب التكييف في السينمات والمسارح. بعدها فكرة التكييفات ابتدت تنتشر في العالم كله، والدنيا من وقتها اتغيرت لأن مشكلة الحر والرطوبة خلاص اتحلت. وبعدها أسس شركة كارير المعروفة لغاية دلوقتي، واللي وصلت سنة 2000 إنها تبيع تكييفات بأكتر من 8 مليار دولار.